لوغان طالب في الثانويه مهووس بالحاجات العسكريه، وفي يوم بيدخل محل مجسمات اول مره يشوفه. المحل ضخم وهو بيتفرج على الحاجات اللي جواه لحد ما بيلاقي بوصله عليها رموز غريبه، لكن فجاه البوصله بيطلع منها ضوء غريب. وفي مكان تاني الامبراطوره سرفانه بتكون محاصره، اتباعها خانوها قفلوا معظم قوتها وقرروا يقضوا عليها وياخدوا قوه عروقها الروحيه. لكن في اللحظه دي لوغان بيلاقي نفسه انتقل لعالم تاني. بيفتكر في الاول انه ديكور فيلم بسبب الملابس والاسلحه الغريبه اللي حواليه، لكن بسرعه بيفهم ان الموضوع حقيقي. هو دخل عالم مزارعين روحيين وقوة خارقة. المشكلة ان لوغان مجرد انسان عادي مفهوش اي طاقة روحية. واحد من المقاتلين بيهاجمه بكرة نار ضخمة ولوغان بيتصدم لان اول مرة يشوف حاجة زي دي، لكن رغم كده بيقدر يواجهه باستخدام ذكائه وتكتيكاته العسكرية. بعدها بيكتشف ان سرفانة شخصية مهمة وان ناس كتير بتطاردها، فبيعرض عليها صفقة وهو ساعتها تهرب وهي تخليه مستشارها الخاص. سرفانة بتستغرب ولكن بتوافق لان مفيش حل تاني. بعد كده اعدائها بيوصلوا، واحد منهم بيسخر منها لانها اضطرت تعتمد على انسان عادي، ولكن لوغان بيقرر يوقفهم. وبعد شوية قتال بيعمل نفسه استسلم وبيقول لهم انه هيسلم الست مقابل مكافأة. سرفانة بتتصدم وبتفكر انه خانها، لكن لوغان كان بيخطط لحاجة تانية. بيطلع بخاخ الفلفل وبيرشه في عيونهم. الكل بيصدم ومحدش فاهم ايه السحر الغريب ده. وبعدها بيهرب بسرفانة ولكن اصابتها بتكون خطيرة. لوغان بيلاقي قربت تفقد الوعي فبينكسر بطريقته. بيحاول يعمل اسعافات اولية وسرفانة بتفكر انه بيعمل حاجة غريبة، ولكن لوغان بيوضح لها انه بينقذ حياتها. بعدها بيبدأ يعالج جرحها ويستخدم مطهر وحقنة مضاد حيوي. سرفانة بتشك فيه وبتفتكر ان الحقنة دي ممكن تكون سم، لكن لوغان بيثبت لها انها علاجه بيجربها على نفسه الاول. وساعتها تبدا تفهم ان الانسان الغريب ده رغم ان مفهوش قوه روحيه الا ان عنده طرق مختلفه تماما للنجاه. لوغان بعد ما بينقذ سرفانة بيطلب منها انها تثق فيه مره واحده بس. بتساله باستغراب ازاي انسان عادي مفهوش اي طاقه روحيه يقدر يعمل الحاجات دي. ساعتها بتعرف على نفسها وتقول انا الامبراطوره واتبعتت العالم ده من عالم الحكام عشان تحكمه وتحافظ على توازنه. لوغان هنا بيستوعب الصدمه، هو فعلا انتقل لعالم تاني. سرفانة بتحكي له ان طائفه الهويه السماويه خانتها وسرقت عروق الطاقه الروحيه اللي بتحافظ على توازن العالم، ولما راحت تحقق في الموضوع نصبوا لها فخ وختموا اغلب قوتها. لوغان بعد ما سمع القصه بيطلب مكافاه لانه انقذ حياتها. بيفكر في الاول انها تديله كنوز او كتب تدريب، ولكن قصده كان لقب رسمي يخليه ليه مكانه في العالم ده. سرفانة تستغرب ولكنها بتوافق انها تكافئه بعد ما يخرجوا من الخطر. لكن فجاه اتباع طائفه الهويه السماويه بيوصلوا لمكانهم. واحد منهم مقاتل بمستوى الروح الوليده وقوته اعلى بكتير من حالتهم دلوقتي. سرفانة بتقول للوغان يهرب لان قوتها الحاليه مش هتقدر تواجههم، لكن لوغان بيرفض لانه وعد انه ينقذ حياتها ومش هيرجع في كلامه. سرفانة تبدا تشوفه بشكل مختلف رغم انه مفيهوش قوه روحيه، لكن عنده شجاعه مش موجوده عند اغلب المقاتلين. وقبل المواجهه بتديله اخر جزء من طاقتها. وفجاه بيظهر قدام لوغان نظام جديد، نظام الترسانه، 100 نقطه متاحه لاختيار اسلحه من عالمه، والاختيار المناسب سير بطائرات انتحاريه صغيره. لوغان بيطلع السلاح الغريب وسرفانة بتستغرب ازاي حاجه زي دي هتواجه مقاتل روحي قوي. الخصم بيضحك وبيقلل منهم، ولكن فجاه الطائره بتضرب الحاجز روحه وبيتكسر والمقاتل القوي بيتصاب. الكل بيتصدم ازاي انسان عادي قدر يجرح مقاتل من مستوى روح الوليده، لكن لوغان لسه عنده ضربه اخيره. بيأمر الطائرات بالهجوم فبيجبر العدو على الانسحاب. وبعد ما بيهربوا سرفانة بيبص له بصدمه وتساله انت مين بالظبط؟ ازاي انسان عادي عنده القوه دي كلها؟ فلوغان رد عليها بكل بساطه انه مجرد شخص عادي. سرفانة لسه مش مصدقه ان لوغان انسان عادي. بتساله ازاي شخص من غير طاقه روحيه قدر يكسر حاجز مقاتل قوي، لكن لوغان بيغير الموضوع ويطمن عليها. ولما بتلاحظ ان جراحها اتحسنت بتعترف انها كانت فاهمه غلط. بعد كده تساله عن اسمه واصله. لوغان بيقول لها الحقيقه ان اسمه لوغان وجاي من عالم تاني، عالم ما فيهوش تدريب روحي ولا قوه خارقه ولكن في علم وتكنولوجيا. سرفانة بتفهم ان ده هو سبب قدراته الغريبه وبتبدا تفتكره حكيم من عالم اعلى. بعدها بتكشف انها ما كلتش من 3 ايام. لوغان بيطلع اكل من عالمه وادوات طبخ غريبه واكل جاهز. سرفانة بتستغرب من كل حاجه خصوصا قطعه الشوكولاته اللي بتدي طاقه بسرعه، لكن المفاجاه ان الاكل نفسه بيبدا ياثر عليها، فالختم اللي على قوتها بيبدا يضعف. وبتكتشف ان طعام عالم لوغان بيقدر يساعدها تستعيد جزء من قوتها. وفي نفس الوقت اتباع الطائفه لسه بيدوروا عليها، وبيوصل لهم خبر ان سرفانة معاها انسان غريب عنده سلاح بيقدر يجرح مقاتل من مستوى الروح الوليده. بيبداوا يحاصروا المكان وسرفانة بتحس بالخطر. قوتها رجعت شويه ولكن قدام عدد كبير من المقاتلين فرصتهم ضعيفه، ففي اكتر من مقاتل روح وليده وعشرات من مقاتلين النواه الذهبيه. ولكن لوغان بيطلع بحل جديد، بيستخدم نظام وبيستدعي منظار عسكري قوي، وبكده يقدر يشوف اماكن الاعداء وعددهم بدقه. بيكتشف ان طريق الهروب الوحيد من الجهه اليسرى، ولكن المشكله عددهم كبير. فبيسال سرفانة تقدر تشتت انتباههم قد ايه، فبتقول له انها تقدر تستدعي ظاهره سماويه تغطي مساحه ضخمه. لوغان بيستغل الفرصه وبيطلب منها تعمل التشتيت في مكان معين، وفي الوقت ده هو بيزرع قنابل. سرفانة بتستغرب من السلاح الغريب، ولكن لوغان بيوضح ان الانفجار ده اقوى من ضرب البرق ومش محتاج اي طاقه روحيه، ولو اصابهم حتى اقوى المقاتلين هيكونوا في خطر. لوغان بيحاول يستخدم النظام وبيطلب دبابه حقيقيه، ولكن بيكتشف ان النقطه مش كافيه. النظام بيقترح عليه بديل ارخص وهو مجسمات دبابات صغيره. لوغان بيستغرب ولكن بيفهم ان حتى المجسمات دي ممكن تكون مفيده. وفي نفس الوقت اعداء سرفانة بيقربوا. المقاتلين بيجهزوا هجومهم وسرفانة تبدا تستخدم اخر
طاقتها وتعمل تشتت ضخم. الاعداء بيفكروا انها بتحاول تهرب، ولكن الحقيقه انها كانت بتفتح الطريق للوغان. بعد ما بتستهلك كل قوتها بتسيب الباقي عليه. لوغان بيجهز الخطه والاعداء بيوصلوا للمكان ويبداوا يدوروا عليهم، وفجاه المجسمات بتتحرك وبتتحول لاسلحه حقيقيه. لوغان بيفجر القنابل اللي زرعها انفجار ضخم بيهز المكان كله، ولما الدخان بيختفي كل مقاتلين الروح الوليده والنواه الذهبيه بيكونوا واقعين على الارض. الكل مصدوم ازاي ضربه واحده اسقطت العدد ده كله، وبيفهموا ان في قوه اكبر ورا سرفانه. ولكن المفاجاه الاكبر بتظهر لما جسم غريب من غير شكل واضح موجود في المكان. الطاقه اللي طالعه منه بتخوف حتى اقوى المقاتلين، بيفتكروا ان هو سبب الانفجار فبيقرروا ينسحبوا قبل ما يخسروا اكتر. بعد ما بيهربوا لوغان وسرفانه بيكملوا طريقهم، ولكن سرفانه بتكون استهلكت معظم قوتها ومش قادره تمشي. لوغان بيعرض يشيلها وهي بتستغرب، ولكنه بيصر انهم لازم يكملوا قبل ما الاعداء يرجعوا. وفي الطريق بتساله ليه خطر بحياته عشان ينقذها. في الاول بيعترف انه كان محتاج مساعدتها لانه شخص عادي، ولكن دلوقتي الموضوع اختلف فهو شاف حقيقتها رغم غرورها وحذرها، ولكنها مش شخص سيء. وكمان هو مش قادر يسيب حد يموت قدامه. سرفانه بتلمح انه ممكن يكون عشان جميله، ولكن لوغان بيضحك ويقول لها انها رجعت تفكره شخص مراوغ. بعد ما بيبعدوا عن الخطر بيدوروا على مكان امن. سرفانه بتقترح مدينه اوزارا، مدينه تحت حكمها. واول لما بيوصلوا الحراس بينصدموا بوجود الامبراطوره، بيفتحوا البوابات فورا وبيرحبوا بيها. داخل المدينه الحاكم بيسالها ايه اللي حصل، فبتشرح ان طائفه الهوية السماويه خانتها ونصبت لها كمين وختمت قوتها. لوغان بيدخل المدينه مع سرفانه وبتقدمه للحاكم، وبتقول ان لوغان جاي من عالم تاني وعنده قدرات محدش شافها قبل كده، وانه السبب في نجاتهم. الحاكم بينبهر وبيفتكروا حكيم جاي من عالم تاني، ولكن بعدها بيقلق لان مدينه اوزارا دفاعاتها ضعيفه وعدد المقاتلين فيها اقل من 100، ولو طائفه الهوية السماويه عرفت مكان سرفانه مش هيكون عندهم اي فرصه. ولكن لوغان بيرد بكل ثقه خليهم يجوا، وبيسال عن عدد سكان المدينه. لما بيعرف ان فيها حوالي 10000 شخص بيطلب حاجه غريبه، بيطلب منهم 500 شخص بس، وبيقول لهم ان خلال 3 شهور هيخليهم قوه مش محتاجه تخاف من اي طائفه. الحاكم وسرفانه بيستغربوا لان في عالمهم الفرق بين الانسان العادي والمقاتل الروحي زي الفرق بين السماء والارض. المزارعين بيطيروا بالسيوف وبيكسروا الجبال، اما البشر العاديين فبالنسبه لهم ضعاف جدا. ولكن سرفانه بتثق فيه وبتؤمر بتجهيز 500 شخص تحت قياده لوغان، وبتخليه يستخدم كل موارد المدينه. لوغان بيوعدها انه مش هيخيب ظنها، وبعدها بيبدا التدريب. ال 500 شخص مستغربين مش فاهمين ليه الحاكم جابهم للمكان ده، لكن بينتشر بينهم خبر ان حكيم من عالم تاني هيعلمهم اساليب القتال. لوغان بيبدا كلامه ويسالهم ليه المقاتلين الروحيين عايشين فوق الكل، ليه البشر العاديين طول عمرهم بيتعاملوا كانهم حشرات. بعدين بيقول لهم البشر مش اقل من اي حد، الفرق انهم عمرهم ما عرفوا قوتهم الحقيقيه. الناس بتضحك وبيشكك في كلامه ازاي الناس من غير طاقه روحيه تقدر تواجه مقاتلين، ولكن لوغان بيقدر يثبت كلامه. بيستخدم النظام وبيستدعي سلاح الار بي جي. الكل بيصدم ازاي سلاح من غير اي طاقه روحيه ومع كده عنده قوه مرعبه. لوغان بيشرح لهم ان في عالمه البشر العاديين بيستخدموا الاسلحه دي، وانهم مش محتاجين يكون عندهم مسارات روحيه عشان يبقوا اقوياء. الحماس بيبدا يدخل قلوبهم، ولوغان بيوعدهم بعد 3 شهور لو التزموا بكلامه هيقدروا يواجهوا المقاتلين الروحيين. وبعد السلاح بيبدا المرحله الاهم، العقل والتخطيط. بيستخدم النظام وبيستدعي 500 نسخه من كتاب فن الحرب، وبيبدا يعلمهم ان الحرب مش بالقوه بس، لكن بالخداع والخطه والسيطره على عقل العدو. لوغان بعد ما علمهم الاساسيات بيقرر يرفع مستوى التدريب. بيستخدم النظام وبيستدعي 500 بندقيه آلية ومعاه كميه ضخمه من الذخيره. وبعد ايام من التدريب على الخطط والتشكيلات بيبدا يشرح لهم الحقيقه، ان فكره ان المقاتلين الروحيين اقوى من البشر العاديين مجرد وهم، لان السلاح المناسب ممكن يغير كل حاجه. بيمسك بندقيه ويوريهم مثال، وحش ضخم كان يقدر يهزم عشرات الرجال بسهوله، ولكن دلوقتي من مسافه بعيده طلقه واحده بس كانت كافيه تنهي حياته. الكل بيبدا يفهم كلام لوغان، السلاح ده مش محتاج طاقه روحيه ولا موهبه خاصه، اي شخص يقدر يستخدمه ويواجه خصم اقوى منه. الحماس بينتشر بين ال 500 شخص لاول مره بيحسوا انهم مش مجرد بشر ضعاف. وبعد كده بيبدا التدريب الحقيقي على استخدام البنادق، كل واحد بيتعلم يسيطر على سلاحه وبيطلع اقصى قوه منه. وبعد ما بيتكونوا الاسلحه لوغان بينقلهم للمرحله اللي بعدها، تشكيل 3 افراد. بيشرح لهم ان مواجهه المقاتلين مش هتكون سهله حتى مع استخدام الاسلحه، ولكن لما يقاتلوا كفريق كل واحد يغطي التاني قوتهم هتتضاعف. وفي نفس الوقت بيستخدم النظام وبيستدعي 12 كلب آلي. وبعد شهرين بس التغيير كان صادم، ال 500 شخص اللي كانوا مجرد مدنيين بقوا منظمين كانهم جيش محترف. الحاكم بيشوف التدريب وبينبهر، ولكن لسه كان عنده شك، لان في النهايه دول بشر عاديين، ازاي هيواجهوا تعويذ المقاتلين الروحيين؟ ولكن سرفانه بتطلب منه يكمل الفرجه، وبيبدا اختبار جديد، الجري والتحمل وتنفيذ الاوامر والتحرك كانهم شخص واحد، كل حركه محسوبه وكل فرد عارف مكانه. حتى الحراس المتدربين عند سرفانه بيكونوا مبهورين من مستوى الانضباط. قبل 3 شهور كانوا الناس مكسوره من غير امل، ولكن دلوقتي بقى مقاتلين عيونهم مليانه اصرار. وفي اخر اختبار لوغان بيسالهم هل لسه فاكرين ان البشر اضعف من المقاتلين؟ الحاكم بيعترف انه كان غلطان، في 3 شهور بس لوغان حول 500 شخص عادي لجيش حقيقي. فجاه بيوصل خبر عاجل للمدينه، كشافه ازورا اكتشفوا ان مقاتلين طائفه الهويه السماويه قربوا، حوالي 100 مقاتل جايين على السيوف الطائره وهيوصلوا خلال يوم واحد. الكل بيتصدم لان 100 مقاتل من الطائفه دي كافي يمسحوا المدينه بالكامل، وبيطلبوا من سرفان انها تهرب، ولكن هي بترفض لان ختم قوتها قرب ينكسر، والمرحله دي ما ينفعش تقف. لو سابت
المكان ده دلوقتي كل تعبها هيضيع. بتبص على ال 500 جندي وتقول انهم اتدربوا 3 شهور عشان اللحظه دي، ودلوقتي جه وقت الاختبار الحقيقي. ولكن الحكم بيكون قلقان لان ده اول معركه حقيقيه ليهم، قدامهم مقاتلين بيطيروا وبيستخدموا قوه خارقه، ازاي بشر عاديين هيكسبوا؟ ولكن لوغان بيرد بثقه، مين قال انهم خسروا قبل ما يبداوا؟ العدو جاي من بعيد ومجهد، اما هم فمستعدين ومستريحين. ولكن هنا بتظهر مشكله، لان المقاتلين الروحيين مش محتاجين امدادات، لكن الجيش العادي محتاج اكل ومؤن. لوغان بيستخدم النظام وبيستهدف 5000 وجبه طاقه مضغوطه. الجنود بيستغربوا الاكل الغريب، ولكن اول لما يجربوها بيكتشفوا انه بيشبعهم ليوم كامل. وهنا بيبدا الحماس يزيد، لان دي مش مجرد وجبه، دي دليل على ان عالم لوغان مختلف. وبعدها بيقول لهم لكن الاكل لوحده مش كفايه، بيستخدم النظام تاني وبيستدعي دبابات صغيره بيتم التحكم فيها عن بعد، وبيستدعي الكلاب الاليه اللي جربها قبل كده. الكل بيصدم لان ده الات قتاليه من غير اي طاقه روحيه، ومع كده البشر بيقدروا يتحكموا فيها. لوغان بيجهز الجيش للتحرك، وبيقول ان الوقت جه عشان المقاتلين يعرفوا ان البشر مش ضعاف زي ما كانوا فاكرين. الحاكم بيطلب يمشي معاه عشان يشوف قوه الجيش بنفسه. لوغان بيوافق لان ده افضل فرصه يثبت له كل حاجه. قبل الرحيل سرفانه تديله هديه صغيره، قطعه قماش عملتها بنفسها للحمايه. لوغان بيضحك وبيقول لها انها بتعمل حاجات غريبه، ولكن بياخدها ويشكرها. وقبل ما يمشي بتقول له ارجع عايش. وبينما جيش لوغان بيتحرك، طائفه الهويه السماويه بتوصل بالقرب من المدينه. قائدهم واثق جدا، شايف ان اوزارا مجرد مدينه بشر ضعاف، وبيامر جنوده يدخلوا ويدوروا على سرفانه، واي حد يعترض يتم القضاء عليه فورا. لسه مش عارفين ان المدينه اللي رايحين يسحقوها بقت تحت قياده الجيش مختلف تماما. طائفه الهويه السماويه بتكون واثقه ان النصر سهل، لكن قائد الطائفه بيحذرهم. كل مجموعه قبل كده اتبعتت رجعت بخسائر كبيره، لان سرفانه معاها شخص غريب، انسان عادي بس عنده اسلحه محدش فاهمها. لكن القاده بيسخروا، بالنسبه لهم لوغان مجرد بشر، وسرفانه قوتها مختومه، فمستحيل يشكلوا اي خطر. وفي الطريق بيختاروا مكان مناسب للهجوم، وادي منحدر اسمه وادي منقار النسر، مكان مثالي للكمين. ولكن لوغان بيكون مجهز كل حاجه. بيقسم ال 500 جندي لمجموعات، كل مجموعه بتتمركز في اتجاه، والهدف هو ان محدش من العدو يهرب. اما الدبابات الاليه بيخليها قدام الوادي كطعم، والكلاب الاليه بتستخبى لحد ما بيدخلوا منطقه القتل. والحاكم بياخد مجموعه فوق الجبل بيستخدموا المنظار لمتابعه حركات العدو. ولوغان بيوضح الخطه، مش هنواجههم بالقوه، هنخليهم يتوتروا ويتلخبطوا لحد ما يفقدوا السيطره، وبعدها نقضي عليهم بضربه واحده. بعدها بيوصل خبر ان بينهم مقاتل بمستوى تحول حاكم. الجميع بيقلق، ولكن لوغان بيرد بهدوء، المستوى ده مش هيغير حاجه. بعد كده بيبدا التنفيذ. طائفه الهويه بتدخل الوادي وبيلمحوا الدبابات، بيسخروا منها، فبالنسبه لهم مجرد حديد بلا روح، وبيأمروا بعض الجنود يدمروها. ولكنهم ما يعرفوش انهم وقعوا في الفخ. الدبابات بتبدا تتحرك وبتسحبهم للداخل. العدو بيطاردها بحماس، فهم عايزين ينتقموا من اللي حصل لهم قبل كده. ولكن فجاه الوادي بيسكت تماما، والهدوء بيكون مرعب. القاده بيحسوا انه في حاجه غلط، وفجاه النيران بتبدا من كل مكان، هجوم من 4 جهات، والعدو بينصدم. ازاي بشر عاديين عملوا كمين بالشكل ده؟ بيحاولوا يردوا، ولكن بتظهر الكلاب الاليه، وحوش معدنيه بتهاجمهم من غير اي طاقه روحيه. المقاتلين مش فاهمين ازاي حاجه بلا روح تقدر تهزم مقاتل. واحد منهم بيصرخ ده مش قوه روحيه، ده سحر مظلم. ولكن الوقت بيكون فات. لوغان بيعطي الامر والهجوم الكامل بيبدا. 500 انسان عادي ضد اكتر من 100 مقاتل روحي، ونتيجه الطائفه بتنهار. والمقاتلين اللي كانوا شايفين البشر حشرات بقى هم اللي بيطلبوا الرحمه. وفي النهايه 500 شخص بس قدروا يهزموا جيش كامل. الكل بيفرح بالنصر، ولكن لوغان بيلاحظ حاجه، في واحد منهم هرب. وفجاه بيظهر اخر مقاتل من الطائفه وهو غاضب، بيصرخ عليه ويقول له يا بشري، اي نوع من القوه المظلمه بتستخدم؟ لوغان وقف قدام ليرا وقال لها بكل هدوء انها تستسلم، ولكن الكلام ده كان صدمه بالنسبه لها. هي واحده من اقوى مقاتلين طائفه الهويه السماويه، وصلت لمرحله التحول الحاكم، فازاي بشري عادي يطلب منها تستسلم؟ جايسون حذر لوغان وقال له ان ليرا مش خصم سهل، ولو قدروا يمسكوها هتبقى ورقه ضغط قويه ضد الطائفه كلها. لكن لوغان كان واثق لانه عنده حاجه مختلفه تماما عن قوه المزارعين. فعل النظام واختار سلاح مهدئ خارق. اول لما السلاح ظهر لوغان وجهه ناحيتها وقال لها ان الزمن اتغير. ليرا ما كانتش فاهمه هو بيعمل ايه، وفجاه بدات تحس بدوخه وجسمها فقد السيطره. وفي لحظه واحده مقاتله وصلت لمستوى التحول الحاكم وقعت قدام لوغان. الكل اتصدم، فازاي اقوى مقاتله طائفه اتغلبت بالسهوله دي؟ لوغان اثبت ان الاسلحه من علامه ممكن تكسر قوانين عالم المزارعين بالكامل. بعدها رجع لوغان وجايسون للمدينه ومعاهم الاسرى. جايسون اعترف انه كان غلطان في حق لوغان، لانه في البدايه ما كانش مصدق قدراته، ولكن اللي حصل غير نظرته بالكامل. لوغان قال له ان الفوز ده كان بمساعدته هو كمان، ومفيش وقت للكلام، لازم يروح يقول الخبر لسيرفانا. وفي نفس اللحظه ختم سيرفانا اخيرا اتكسر ورجعت قوتها بالكامل. لما لوغان وجايسون وصلوا، سيرفانا سالتهم ازاي رجعوا بسرعه، ولكن الصدمه كانت لما عرفت انهم قضوا على اكتر من 100 مقاتل من طائفه الهويه السماويه، وكمان قبضوا على ليرا. سيرفانا اتفاجئت لان ليرا مش شخص عادي، ده مقاتله في مستوى التحول الحاكم. ولما سالت ازاي قدروا يمسكوها، كان الرد لوغان اسقطها بحركه واحده. بعدها بدا لوغان يستجوب ليرا، ختموا عليها طاقتها، ومع وجود المهدئ بقت مش قادره تعمل حاجه. سالها طائفه بعتت كام شخص عشان تمسك سيرفانا، ومين هو قائد العمليه.
عمليه، لكن ليرا فضلت متكبره وقالت ان النتيجه كانت هتختلف لو لوغان ما استخدمش خدعه. لوغان رد عليها ان الخساره خساره ومفيش داعي للاعذار، حتى هي نفسها اضطرت تعترف انها خسرت قدام بشري. سرفانه سالتها ليه طائفه الهوية السماويه اعلنت قتلها رغم ان مفيش بينهم عداوه اصلا. ليرا قالت ان سرفانه قتل التلاميذ من الطائفه في مهمتهم، وان في شهود شافوها بتتعاون مع جماعه الشياطين، وقالت ان الطائفه كانت بتتصرف باسم العداله. لكن سرفانه رفضت الكلام ده تماما، وقالت انها عمرها ما قتلت اي حد من تلاميذهم ولا عمرها تحالفت مع الشياطين، وان الحقيقه مختلفه تماما. سرفانه بتكشف ان وقت محاولتها اختراق مرحله الاندماج كان الشيخ التاني من طائفه الهوية السماويه هو اللي نصب لها كمين وختم قوتها وكان هيقضي عليها. ليرا بتنصدم لانها كانت شايفه الشيخ التاني شخص محترم ومستحيل يعمل حاجه زي دي، لكن لوغان بيبدا يربط الاحداث ببعض وبيقول ان سرفانه بتتهم الشيخ بالخيانه والطائفه بتتهم سرفانه بالقتل والتعاون مع الشياطين، ولو الطائفه والامبراطوره دخلوا حرب لاخر نفس فالمستفيد الوحيد هي جماعه الشياطين. ليرا تبدا تفكر ويمكن لاول مره تشك ان الموضوع اكبر من مجرد عداوه عاديه. لو كان الشيخ التاني فعلا متحالف مع الشياطين وبيزرع الفتنه بينهم فالموضوع هيكون اخطر بكتير. سرفانه بتحذر ان طائفه الهوية السماويه مش هتوقف ارسال قواتها، ولكنها بالفعل بعتت رساله للعاصمه الامبراطوريه وقائده الحرس الامبراطوري ويلو المفروض تكون في الطريق ومعاه تعزيزات. لكن ليرا بتقول لها ان ده مش هيغير حاجه لان الشيخ التاني عنده نفوذ ضخم داخل الطائفه وهو اللي كان ورا العمليه كلها، وبعد ما يعرف ان القوه اللي بعتها اتدمرت بالكامل اكيد مش هيجي بنفسه، والشيخ التاني مش شخص عادي، ده مقاتل في مرحله الاندماج والمره الجايه هيجيب قوه اكبر. لكن سرفانه بترد بكل ثقه ان مرحله الاندماج مش هتخوفها لانها وصلت لاعلى مستوى فيها، وبعد ما اتاكدوا ان في حد بيخطط ضدهم سرفانه بتقرر ان مفيش حل غير مواجهه شامله مع طائفه الهوية السماويه. لكن لوغان بيوضح ان الحرب مش بالقوه بس، الحرب محتاجه تخطيط وتحالف، واول خطوه لازم يعرفوا مين الخائن الحقيقي داخل الطائفه، لان لو دخلوا المعركه من غير تفكير الاشرار الحقيقيين هيقعدوا يتفرجوا وهما بيكسبوا. سرفانه بتعترف ان نجاتهم كلهم كان بسبب لوغان، وبتقرر تعين رئيس وزراء عشان يدرب جيوش بشريه اكتر زي جيش مدينه اوزارا. لوغان بيعجبه اللقب ولكنه بيقول ان تدريب البشر مش مشكله بس لازم يزودوا المرتب. سرفانه بتوافق ولكن جايسون بيحذرهم ويقول لهم ان لو الشيخ التاني جيب جيش ضخم ومعاه اسلحه روحيه وتشكيلات قتاليه تغطي السماء فالبشر اللي دربهم لوغان مش هيقدروا يصمدوا. وقبل ما يكملوا كلام بيوصل خبر جديد، قائد الحرس الامبراطوري ويلو وصلت ومعاه قواتها. بتدخل ويلو وبتعتذر لانها اتاخرت عن انقاذ الامبراطوره، وبتعلن ان 100 جندي من الحراس الامبراطوري جاهزين للاوامر. سرفانه بترحب بيها وتحكي لها ان الشخص اللي انقذها من طائفه الهوية السماويه هو لوغان، لكن ويلو رغم احترامها للامبراطوره ما قدرتش يصدق فكره ان البشر بيحاربوا المقاتلين، وبتقول ان ده مستحيل لان المقاتلين عندهم سحر وسيوف طائره وقوه روحيه بينما البشر اجسامهم عاديه. ولكن فجاه بيوصل خبر خطير، انتشر وباء في المنطقه الغربيه من المدينه وعشرات الاشخاص وقعوا والمرض بدا ينتشر بسرعه. الجميع بيقلق لان الوباء مش بس خطر على البشر لكنه ممكن يلوث الطاقه الروحيه ويأثر على قوه المقاتلين، وساعتها بيبدا الخطر الحقيقي. هل الوباء مجرد كارثه ولا هو جزء من خطه اكبر ضد سرفانه ولوغان؟ ولو بتستغرب وبتسال سرفانه طب لو كده ليه لسه موجودين هنا؟ جايسون بيأكد ان كلامه ويلو منطقي لان الوباء خطر كبير وحتى المقاتلين ممكن يتاثروا بيه، وبعدين بيسال لوغان عن رايه ولكن لوغان بيرفض الرحيل بل بيعلن انه هيعالج الوباء بنفسه. الكل بيصدم لان المرض ده مش مرض عادي، ده نتيجه فساد في طاقه العالم، ومن زمان الحل الوحيد كان عزل المصابين او حرق الاماكن اللي ظهر فيها المرض لحد ما يختفي لوحده، ده حتى اعظم المعالجين فشلوا في علاجه. لكن لوغان بيرد ان حياه البشر مش رخيصه عشان يسيبوهم يموتوا، واللي بتقول ان لو فضلوا هنا الوباء ممكن ينتشر ويضر المقاتلين كمان. ساعتها لوغان بيفكرها بحاجه مهمه، الامبراطوره نفسها انقذت على ايد انسان عادي، وحتى ليرا مقاتله من مرحله تحول الحاكم انهزمت قدام البشر. وبعدين بيقول لي سرفانه ان اللي بيكسب قلوب الناس هو اللي بيكسب العالم، لان دول رعيها ولو سابتهم في اصعب وقت عمر اي شخص مش هيضحي بحياته عشانها بعد كده. سرفانه تساله هل فعلا تقدر تعالج الوباء؟ فبيرد عليها ايوه، وبثقه كامله سرفانه بتقرر انها تفضل معاه، لكن ويلو بتحاول تمنعهم وتقول لهم ان ده مش مرض عادي. في اللحظه دي بيظهر النظام ولوغان بيطلب منه 1000 جرعه مضاد حيوي. بعدها بيكلم جايسون ياخده لمنطقه المصابين، الكل بيحذره لان مجرد الاقتراب من المرض ممكن يخليه يصاب هو كمان، لكن لوغان ما بيهتمش باي حاجه وبيطلب منهم يثقوا فيه لحد النهايه. سرفانه بتوافق وبتطلب منهم ينفذوا كلامه. لما بيوصل لوغان للمنطقه المصابه الناس بتكون في حاله انهيار، حراره عاليه والم شديد، لكن اول لما بيشوفوه بينادوا عليه، فبالنسبه لهم هو الشخص الوحيد اللي عاملهم كبشر مش مجرد ضعفاء. لوغان بيطمنهم ويقول لهم اهدوا طالما انا هنا هلاقي طريقه ينقذكوا بيها. بيطلع الدواء ويشرح لهم انه مضاد حيوي لمحاربه المرض. الناس بتستغرب لانهم عمرهم ما شافوا علاج بالشكل ده. لوغان بيشرح طريقه استخدامه قدامهم، لكن البعض بيشكوا ويقول انه مستحيل مرض زي ده يختفي بحقنه واحده، فبيرد عليهم انهم هيعرفوا الحقيقه بكره. وفعلا في اليوم التاني كل اللي اخدوا العلاج حرارتهم نزلت، واللي كانوا بيسعلوا دم بقى قادرين يقعدوا ويتحركوا. جايسون بيروح وهو مصدوم وبيقول ان كل المصابين اتحسنوا، ويلو مش مصدق لان مرض زي ده مستحيل يتعالج بالسرعه دي، لكن جايسون بياكد ان شاف ده قدام عينه. اكتر من شخص كان على وشك الموت دلوقتي قاعد وبياكل وكانه رجع للحياه من تاني، فبيقرروا يروحوا يشوفوا بنفسهم. ولما بيوصلوا الناس كلها بتستقبل لوغان، كل واحد بيشكره لانه انقذ حياته. والراجل العجوز اللي كان بيموت امبارح بيقول ان من غير لوغان كان زمانه انتهى. ومن اللحظه دي بيبدا اسم لوغان ينتشر في المدينه كلها، مش بس كقائد جيش ولكن كمان
منقذ للبشر. الناس كلها بدأت تشوفه بشكل مختلف وبقوا شايفينه المنقذ اللي انقذ حياتهم. سيرفانا كانت مستغربه من تعلق الناس بيه للدرجه دي، ولكن لوغان وضح لها ان كسب قلوب الناس اهم من القوه نفسها، لان اللي يكسب سكه الشعب يقدر يبني اقوى مملكه. ساعتها بدأت تفهم ليه لوغان اصر ينقذ البشر رغم انهم مجرد مزارعين عاديين من غير اي طاقه روحيه. وبعدها سألت القائده ويلو لوغان هل ال 500 جندي من البشر يقدروا فعلا يواجهوا المزارعين اصحاب القوه؟ فهي كانت شايفه ان البشر مهما اتدربوا مش هيقدروا يوصلوا لمستوى المزارعين، لان المزارعين بيطيروا بالسيوف وقوتهم مختلفه تماما. وعشان يثبت لها العكس لوغان خدها لساحه التدريب، وهناك بدأ يختبر الجنود. اول حاجه كانت تدريبات التحمل والجري لمسافات طويله، ولو اتفاجئت من قوه اجسامهم وانضباطهم، ولكنها قالت ان ده مجرد تدريب جسدي والمزارعين يقدروا يقطعوا الاف الكيلومترات في لحظات. لكن لوغان كان لسه مخبي المفاجاه. فجاه امر الجنود باستخدام السلاح، وفي لحظه واحده انطلقت قوه مرعبه هزت المكان. ويلو اتصدمت لان نفس القوه دي هي اللي اسقطت عدد كبير من مقاتلين طائفه الهويه السماويه في المعركه السابقه. ساعتها بدات تشك ان لوغان فعلا ممكن يغير موازين العالم، لكنها قالت ان الاسلحه دي ممكن تدفع ضد المزارعين الضعفاء، انما اصحاب المستويات العاليه هيكونوا حاجه تانية. وهنا لوغان طلب منها حاجه غريبه، قال لها سلفيني 100 حارس من مستوى الروح الوليده. ويلو استغربت وسالته هتعمل بيهم ايه، ولكن لوغان كان عنده خطه جديده هتثبت ان البشر مش اقل من اي مزارع.